يا جماعة وانت بتقرأ في القانون بتشعر وكأنه ما في شريعة إسلامية، وكأنه هاي الاتفاقيات والمنظمات الدولية هي من تريد أن تصنع وتربي الأجيال وتحافظ على حقوق المرأة وحقوق الطفل. منح حق التبليغ للجهات الأمنية والرسمية على الأهل، يحق له البنت أو الطفل يروح يشتكي على والده إذا مسك تلفونه وفتش التلفون إنه شو بتعمل في التلفون، بحق له يشتكي وبحق له يسجن أبوه. معقول وصلنا إنه إحنا نوقع على مثل هذه الاتفاقيات؟ أنا أقول وبكل أمان أن هنالك مخطط يستهدف الجيل القادم، والدليل أنه تغلق مراكز القرآن في وجه الأطفال وتفتح مهرجانات صيفية في كل قرية. هذا حق الطفل، حقه مثل ما بدك إياه يحضر حفلة ويرقص في تخرجه من المدرسة، من حقه يحفظ القرآن الكريم.